السلام عليكم، عاملين إيه؟ ناس كتير أوي بتتكلم عن موضوع خطورة العسل الأسود بالنسبة للستات الحوامل. طب الأول تعالوا نتكلم عن فوايد العسل الأسود بالنسبة للستات الحوامل. أولًا أنا باشكركم، أنا الشيف أحمد محمود من قناة وصفة سهلة مع أحمد، وحبيت النهارده أتكلم معاكم في الموضوع ده. أولًا العسل الأسود مفيد جدًا للست الحامل لامتلاءه وهو مغذي جدًا بالنسبة للسكريات اللي محتاجاها الست الحامل، فهيزودها بالطاقة. تاني حاجة إنه مفيد جدًا لإنه مليان بالمغنيسيوم، وده بيعزّز إن هي ما ييجيلهاش تقلُّصات حمل أو ما تيجيلهاش تقلُّصات أو تشنُّجات عضلية بسبب وجود السائل اللي هو بيغذّي الجنين أو بيعيش فيه الجنين، لإنه بيكون سائل ملحي جدًا، فده بيعادل شوية فبيخلّي عندها نسبة التقلُّصات تقِل خالص وبيعمل ارتخاء للعضلات. تاني حاجة مفيد جدًا إن هو بيعزّز كرات الدم الحمرا فبيحميها من الأنيميا. عشان ما ييجيلهاش فقر دم، وكمان يعزّز من وجود الأكسجين في دمها، وإن هو يوصّل الأكسجين لكافة أنحاء جسمها، وخصوصًا لدماغ الجنين. تالت حاجة مليان بالكالسيوم، يعني العسل الأسود مليان بالكالسيوم، فده هيقوي العظام عندها. فهيمنع عندها هشاشة العظام وإن هي تصاب بالكسور. طبعًا أنتم عارفين زي ما قُلت في الأول إن في سائل ملحي بيكون موجود في الجنين أو بيعيش فيه الجنين في الرحم، فده بيعمل هشاشة عظام. فيعني العسل الأسود مفيد جدًا للست الحامل. طب إيه بقى المشكلة؟ المشكلة إن في ستات بتروح واكلة كمية آآ عسل أسود كتير أوي، فوق عن اللي هي محتاجاه، فده هيسبب لها سُكّر حمل، هيسبب إن هيكون عندها تقلُّصات معدية، هيحصل لها اضطرابات في الجهاز الهضمي، وإحنا مش عايزين ده. إحنا عايزين الست الحامل تحس براحة وتاكل المفيد ليها. الحاجة بتبقى مفيدة، بس كُترها أو إن هي نعدّي المستويات المسموحة بيها ده غلط. أهنّيكم وأشكركم جدًا إن أنت قعدت معايا لحد الوقت ده. بادعوك إن أنت تعمل like وshare وsubscribe عشان المحتوى ينتشر وناس كتيرة تستفاد. والسلام عليكم.